وفي يومها الثاني لمواكبة الأساتذة ورجال ونساء التعليم لتجويد الدراسة العلومية ولمواكبتهم وتطويرهم من أجل المرافقة لتهيئ الامتحانات المهنية. يقدم الدرس الأول الأستاذ سعيد بويدي، أستاذ المركز الثقافي للمهن، أستاذ المركز الثقافي المركز الجوي لمهن التربية والتعليم، وأستاذ الفلسفة ومؤطر ديال براكسيس نادي براكسيس بمؤسسة الأعمال الاجتماعية. نتمنى أن تستمتعوا مع الأستاذ بويدي وستستمتعوا. السلام عليكم. طبعا أنا جد سعيد أيضا من جديد بالمشاركة في هذه الدورة اللي كما قال الإخوان في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للدورة 21. سأدخل مباشرة إلى صلب الموضوع. الموضوع اللي اخترت أنني نشتغل معكم ونناقشكم أو نناقشوا جميعا الخطوط مرتبط طبعا الإطار العام يتحدث من خلال الحديث على نظرية التعلم، من خلال الحديث على وظيفة المدرسة وكيف نشتغل الطرق التي سنشتغل داخل المدرسة. هو الرئيس أن يكون موضوع ديالي ماشي بذاك المعنى الكلاسيكي أنني أنا لاعب ما دمتم مستعدين للامتحانات التربوية أنكم طلعتم على شنو هما نظرية التعلم باشتراطيات سلوكية ذلك وديال المادة متوسطة، ولكن الذي شغلني كيف نستثمر هذه المعلومات في قضايا لأن هذه النظرية الكلاسيكية ومش بغيت نقول تجاوزات، ولكن وقع عليها تراكم لأن التربية يشعر بالحديث عن التجاوز. ديال اليونان في مجال التربية لازلنا نستثمرها يومنا هذا، ولكن في كل مرة نعيد قولها وكأنها قيلت لأول مرة. هذا هو القدرة ديال الفكر الإنساني، ممكن تستثمر الماضي ولكن يعمل على ملائمته ومواكبته لمستجد الحاضر. طبعا ماشي تيعاود يحييه بطريقة يعني كما هو، ولكن تعمل على إعادة صياغته بما يناسب الواقع. أنا بنفس الكيفية حاولت أنني نستثمر المعطيات التربوية الكلاسيكية ونلقى حلول جديدة بما يناسب الواقع الذي أو الإشكالات التربوية التي نعيشها اليوم. أخذت التراث الفكري التربوي بيداغوجي كلاسيكي وعملت على أن يتجاوب مع الإشكالات التي تطرحها الدولة المغربية، إشكالية المدرسة المغربية. في هذا التراث خديت 3 أسئلة. السؤال الأول مرتبط بتمثلاتنا للمدرس. تمثلاتنا للمدرس، كيف ينبغي أن نفهم المدرس؟ من هو المدرس؟ واش المدرس غادي يبقى هو ذاك الانسان الكلاسيكي المطلوب منه يعطينا واحد المجموعه ديال المعارف، هذوك المعارف خصو يعاود يدير تغذيه راجعه مع المتعلمين ونقولوا له مدرس. كثير منا وانا واحد منكم كنت نصحابو والتصور ديالي باغي دابا ان المدرس هو ذاك الاستاذ ولا ذاك الانسان اللي تيقدم لنا واحد الدرس عنده البلاغه والمعارف مضبوطه والالقاء البالغ. ونقول المدرس هو 3 خصوصيات: معرفه، القاء بالغ، وبلاغه في الكلام. في حين المدرس من خلال يعني البحث البيداغوجي الفكر البيداغوجي غير من المفترض وكما تطرح الرؤيه الاستراتيجيه ولا الادبيات التربويه المعاصره المغربيه ينبغي ان نعيد النظر في صوره في تمثلنا لمفهوم المدرس وكيف نغير تصورنا على مفهوم المدرس. نحن مطالبين ايضا ان نغير تصوراتنا على فعل التعليم. طبعا قلنا وتكرر الفكره بان المتعلم هو الذي ينبغي ان يكون في مركز العمليه التعليميه الى غير ذلك. هذا كلام نحن كثيرا ما نردده، اذا كتبتوه في الامتحانات ديالكم راه كيقول، ولكن السؤال بالتالي كيف نجعل من المتعلم في الوسط. اما ان نقول الفكره
ولا نعرف كيفيه، لانهم هما ما كيسولوكمش باش انكم تقولوا لي انتم راه المتعلم اصبح فيما هذه العمليه وانتهى لمده 20 سنه تقريبا. اصبح المتعلم في مركز العمليه التعليميه، ولكن اقترح علي وضعيات، قول لي طرق وكيفيات، وهذا هو سؤالكم في الامتحان اللي غادي تخلي بالفعل ذلك المتعلم في مركز العمليه التعليميه. راه حنا تنقولوا راه باقي، راه حنا اللي كاين في مركز العمليه التعليميه، لأن كل شيء مرتبط بنا ما خصنا نقولوا. وباقي هذا السؤال يصعب أن نترك الآخرين يتساءلون، لأن احنا اللي خصنا نعطيهم كل شيء وتنعترفوا باقي تنآمنوا بأن الفعل التربوي مرتبط بالأساس بالأستاذ، وخاصة الأستاذ يكون يعرف ويكون يلقي براعة على ذلك. في حين العملية لا، راه هذا الشيء لم يرد كيفيا في عملية التدريس. ألور هذه جوج، الأولى كما قلت تمثلنا لفعل التعلم، والثانيه تمثلنا للتعلم بحد ذاته. تمثلنا عفوا للمدرس، قلت كيف ينبغي ان نرى المدرس كيف نتمثله، ثم لفعل التعلم. انا غادي نتبع هذه الاسئله كيف يمكن لنا ان نغير تمثلنا عن المدرس وتمثلنا عن فعل. تكلمنا فيها في الحصه، يعني تكلمنا فيها في اللقاء ديال البارح. لا qualité d'un système éducatif les gens supérieurs au talent de ses enseignants. غيروا في البرامج راهي ما تبدلناش حنا، راه ما كاين لا اصلاح ولا غير. يخص الاستاذ يدوز بهذه التربيه، خصني نعرف طريقه التفكير ديالك، كيف تنظر الى الاستاذ، كيف تنظر الى نفسك كاستاذ، وكيف تنظر الى فعل التعلم. لذلك خديتها اليوم راني غياخذوني وانا تنستعطي الافكار من الفكر البدوي، لان ما بقاوش عندنا السياق المباشر. تحدث عن نظريه التعلم، كيستفيدوا هنا هو تيعطيك واحد الوضعيه، ومن خلال ذاك الجواب اللي راه تتقدم تيشوف بان كيف انت تتمثل نفسك. اقترح علي وضعيه معينه لمعالجه هذه المشكله، شوف انت كيفاش تمثل راسك كاستاذ. واش تمثل راسك كاستاذ كلاسيكي خصني نمشي نجمع مكتوبه ونعطي المعاني وكذا باش نحل هذه، ولا لا تندير واحد العمليه ديال ريفليكسيون بيرسونيل، انا تفكر في هذه الوضعيه وتتكون الفريق كلهم يتمعن مجرد ريسورس تفيدني من اجل معالجه هذه العمليه. ونجد لنا صورتك عن نفسك وصورتك على كيفيه التعلم، وكما قلت هما اللي غيبقاو مرافقيني وانا احدثكم عن هذه المعطيات. انا غادي هاد تصوراتنا ديال التكنولوجيا. هذا فيكم الماني، لاحظوا المهمه ديالو ديريكتور دو ليديكاسيون دو لونيفرسيتي ديريج دي كلاسمون بيزا، هو المسؤول على ذاك البروغرام انترناسيونال بور لو سويفي دي زاكي دي زيليف، يعني مسؤول على هذاك الاحصاء اللي راهم ديالو بيزا بان اصلاح التعليم مرتبط بلي زونسينيون، وما عمر غيفوت البرنامج القدرات ديال المتعلمين. طوروا غير القدرات ديال المتعلمين وعطيونا البروغرام اللي عطيتوه لي يكون حتى كلاسيكي، راه غادي يخلينا نصلحوا المدرسه العموميه. اذا هذا السؤال ماشي واش غيرنا البروغرام ولا المحتوى، واش غيرنا عقليه الاستاذ انه يستثمر داك الشيء اللي راه تلقاو ديك الماده بالكيفيه المطلوب. لا انتم راه ممكن يعني تنحفظوا كامل القران الكريم، والقران الكريم كتحفظوا في الشهر ولا تحفظوا في الشهر، راه دائما نسعى الى تغيير هذه الطرق، وكل ما غيرنا الطرق كلما استطعنا اننا نفيدوا الجينيراسيون الحاليه، هذا الجيل الحالي. اذا راه السؤال دائما مرتبط بالطريقه والكيفيه ديال الاستثمار الماده المعرفيه. اذا كانت التغيير مرتبطه بالحفظ والذاكره، اليوم تنعطيو وضعيات معينه فيها اعطيها وضعيه معينه، يلا جيب لنا ايه قرانيه لكي يعني تدافع على تلك الوضعيه. تولي المتعلم بدل ما تحفظ القران هكذا بالاستهزاء تولي يحفظ القران استنادا الى ايات مرتبطه بوضعيه الطرق اختلفت من طريقه كلاسيكيه كانت مرتبطه بالمشي بالحفظ من بدايه القران الكريم الى نهايته، ولهذا بدات الحفظ ايات مرتبطه بالوضعيه التي نعيشها، وربما تصالحنا اكثر لان حتى القران الكريم كما تعلمون وفاهم شيء تخصصي يرتبط باسباب النزول بوضعيات معينه. هذه كل مجموعه ماشي. المهم في كل الاحوال انا غادي نكون مسرع شي دابا. كيف نتمثل في التدريس؟ هل نتمثل كانجاز دروس وعروض يعني لبناء المعارف مرتبطه بالالقاء البالغ؟ وكنا تراهنوا على هذه العمليه. حضروا رؤوسكم وانتم تجيبون. راه السؤال ماشي اللي بغينا منكم تكون عندكم قدره على يعني جاي القسم
وما تتفكر الا في راسك. ما تتشوش داك المتعلم اللي تنهزوك من هذا القيس لذاك القيس تدير نفس الطريقه. وكأن المتعلم في هي السونتر ديال العمليه التعليم، وانت تقدم دروسك بنفس الكيفيه ونفس السنوات، رغم ان المتعلمين يختلفون ويتغيرون والوضعيه تختلف. راه كانت الاحوال الجويه هادئه ماشي مع الاحوال الجويه، وخاص هذاك الدرس ديالك يكون في ارتباط مع الوضعيه المعيشيه. هذا الشيء اللي قدامي غيضطرني ان نلغي الطريقه، ما تلغيوش المحتوى ولكن تلغيو الكيفيات والطرق. وهذا هو القدره ديال المتعلم على حسب وضعيات معينه. اذا ما بقاش التمثل الكلاسيكي انني نقراو الاستاذ باعتباره ذلك الذي يلقي بطريقه بارعه. ايضا المدرس ما بقاش عندنا مدرس شيخ مقابل مريدين. بحال واحد دابا في الاساتذه نصيب لا راه التلاميذ قباح ما بغاوش يقراو. بغاو يقراو كانوا ما قباحش، راه هذا ما نديرو كاستاذ. نكون معكم صريح باش بغينا نقراو يوسف وراه بغيناهم هما قباح وما بغاوش يقراو وبغينا سوسيتي لو ديزير تاعهم. وهذا لان هذه مهمتك هو انك تحفزهم على التعلم، وعاد ممكن تتبع معاهم العمليه ديال التعليم. اما الا تقول لنا لا خصهم يدخلوا يربعوا يديهم وانت واحد فيهم يتحرك لهذا ويجي عليك ساعه حنا نقريو، غادي يقولوا ما بقيناش محتاجين لا التسويد ديالك ولا لا شغل، وغادي تجيبوا لي واحد بالزرقاء حافظ شويه صغيره ويجي يقولها لي ويزيدوا واش معناها طويله. كلا راه مهمتنا ماشي هي نقدموا المعالم، مهمتنا الاساس هو ان هذه المجموعه اللي جايه من ظروف اجتماعيه مختلفه، بواحد الوالدين خاصين في الصباح، وواحد اللي تيفطر ما فاطرش، وواحد اللي تخاصم مع صاحبه في الطريق، وواحد اللي جرى لي كذا وكذا وكذا وذهنه مشتت وما عرفش شنو باش يشكي، وانت خصك تخليه ينسى في البدايه كاع ديك الحالات اللي راه عايشه وتخليه ينخرط معك داخل المؤسسه، وعاد تقدم ليه بعض الافكار ولا بعض المعلومات. وهذا هو الفرق بيننا وبين الفقيه القديم. الفقيه القديم ما تياخذش شي بعين الاعتبار، الفقيه القديم تيعرف العلماء المعرفه او الكلاسيكي، في حين حنا لا تنهتموا بحويجات اخرى. هذه الوضعيات هما الذي يهمونني، هما الذي يشغلونني في حديثي معكم. ينبغي ان نغير تصوراتنا على دائما اعيد واكرر فكره تمثلنا للمدرس وتمثلنا لفعل التعلم. كيف ذلك؟ احنا غاديين ما بقاش عندنا الشيخ، ما بقاش عندنا الاستاذ صاحب الالقاء البارع، ولات عندنا اشكاليه جديده مرتبطه بكوني انا ادرس فهل يتعلمون؟ Moi j'enseigne à des livres. Moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils ou bien non? إذا جاوني السؤال ديالي ماشي واش أنا كنت واعد بين مزدوجاتي، واش أنا مزيان في القسم، لا، واش المتعلمين خاطئ، واش المتعلمين انخرطوا معايا في هذا الفعل ديال التعلم. ماشي نقوم مهم كي نسير في الوقت خصو يكمل ونخرج بحال نقول صافي أنا أستاذ ناجح وغادي نزيد عليها وراه الدراري قباح وما بغاوش يتعلموا وراه كذا وكذا وتلخصوا العمليه وتبقاو حنا في حالات صراحه هذا مشكل. ماشي لا، في كل مره اعيد النظر في العمليه ديالي في الفعل الذي اقوم به حتى يتبين لي بالفعل هل المتعلمين انخرطوا ام لم ينخرطوا. لاحظوا في الاجوبه ديالكم ديما نكون في لحظه ديال التشكيك، لان حنا في التعليم ديما حنا ما تتعاملوش مع اله، ما تتعاملوش مع الالغوريثم، لكن ديال صافي راه غتخرج ليا هنا. ديما وانا تنجو غادي نجو في الجواب ديالي باننا غادي نفكر في وضعيات متعدده. هذا التفكير ديالي ديال الوضعيات مرتبطه بطبيعه المتعلمين اللي راهو قدامي، هو اللي تتخلي. ومع ذلك كل ما تقترح شي اقتراح تنبدا نفكر في رد الفعل، وممكن نعطي احتمالات متعدده هذيك ردود الافعال. لاحظ الا قال لك اشرح وضعيه ولا اقترح علينا بخروج الامر، ما تبداش تتكلم وكانك صافي عندي هذا الحل، لحقاش راه واخا نجيبوا اكبر واحد في رجال ديال التربيه والتعليم راه ما كاينش حل واحد، لان الحل في العلوم الانسانيه متعدد على حسب الوضعيات، كيفاش يتمثلوا الناس هذيك المعرفه وكيفاش يديروا الوضعيات ديالهم كيفاش تغير. داكشي انا تختار اقتراحات ديما يكون فيها عمليه ديال نسبيه وانت تعالج هذه القضيه على حسب ديك الوضعيات المتاحه. ما يمكنش يكون عندك كلام اطلاقي وكأن الجواب يعني عنده حل واحد، العمليه لا غير ممكنه. اذا قلت السؤال اللي عندنا هل يحصل فعل التعلم؟ ليس هل يحصل فعل التدريس. ان نقوم نقولوا قياس تعلمات،
واش المتعلمين خاطئ؟ هذا هو الاساس، وليس ان الاستاذ قام بدرسه. دائما في اجوبتنا نحرصوا ماشي راه باش نسولوك، راه ماشي المطلوب هو انت راه واعر في انت الاستاذ. احنا بغينا نرقيوك علاش؟ ماشي حتى تقوم بالواجب ديالك ولا ما تقومش به، واش مقدار اتخاذ التلاميذ بعين الاعتبار. كل ما خديتي المتعلم بعين الاعتبار اكثر واكثر كل ما تكون النقطه ديالك جيده. ما في قدره مكانه حضور المتعلم في الذهنيه ديالك، كيفاش هو حاضر في ذهنه، لان هذا هو النجاح في التعلم، وليس فقط مقدار امتلاكه للمعرفه ومقدار تقديمه لهذه المعرفه. ما تبقوش اسئله مباشره قول لنا الجواب وانت تقول واش جاوبت مزيان ولا ما جاوبتش، لا، واش استطعتي تحلل الوضعيه مزيان وخديتي بما يكفي بعين الاعتبار هذاك المتعلم بالنفسيه ديالو، بالشروط الاجتماعيه ديالو، بالظروف، جميع الظروف التي تصاحبه بعين الاعتبار في عمليه التعلم، لان في الاخير المقصود هو ان نقيس التعلمات لدى المتعلم. اذا كما قلنا هذا هو عنوان الكتاب وهذا هو صاحبه ميشيل سانت-أونج، moi j'enseigne mais eux apprennent تيل. واش هما بالفعل يتعلمون؟ اذا السؤال الاشكاليه بدات من هنا. نحن ندرس فهل المتعلمين يتعلمون؟ اذا راح راه ما بقاش عندنا الكونسونطراسيون، ما بقيناش نلوحوا على الاستاذ واش تعرفوا كاين كل شيء مزيان وما عندناش مشكله. كنسمحوا لينا راه واخا نجيبك ونحطك قدام هذوك، واش عندك قدره تتعامل مع هذوك الناس اللي راك تخدم معاهم؟ كلشي شاد هذا السؤال، راك تجيب استاذ جامعي كنقولوا هي جنان ابتدائي راه يفشل، واخا يكون صاحب لغه عربيه ما عندهاش، ولكن يجي يقرا الدرس ديال الاستثناء سي مشاكل. علاش؟ لانه شنو الفرق بيننا وبينه؟ نقد ديالك. ولكن باش يجيو الامتحانات وتتنساو تولي تركز على راسك، تتنسى تاخذ بعين الاعتبار هذاك السيد اللي راه قدامك وتبغي دير معنا بها وكانك تعلم وكانك استاذ جامعي وكتعطينا الجواب الصحيح. لا، حدي راسك، راه العمليه مرتبطه بمدى قدرتك على انك خدتي بعين الاعتبار ذلك المتعلم. لان في التمرين الجواب هنا، الجواب يحصل في علاقه استاذ المعرفه مع المتعلم. اذا ينبغي ان ناخذ بعين الاعتبار ذلك المتعلم. الوغ نشوفوا كيفاش غادي يديروا لي هادو بعض الاصناف ديال التمكن مع المدرس. راه حنا ما بغيناش حتى الاستاذ الجيد، ما بغيناش كيعرف مزيان، ولا الاستاذ المتواضع ولا الاستاذ المتميز تيوليو يقترحوا علينا دابا الاستاذ عظيم. شنو الفرق بيناتهم؟ شنو هو الاستاذ الجيد؟ تيشرح مزيان ويفسر. شنو هو الاستاذ المتواضع؟ تينقل الاخبار، تيقول لك انا امين في نقل الاخبار. شنو هو الاستاذ المتميز؟ تيعطيك حتى البرهنه والاستدلال الخطير انه يدافع على وجهه النظر ديالو كما ينبغي. ولكن الاستاذ العظيم لا، تقدر تشرح الامام الايوبي يلهي ويميل نافعيه الابداع لمن؟ فهمتي وليدي؟ الشاب داخل تيجي عندك تيجي يشوفني شخصي لو كونسطا اللي تيوصل تيشوف بان هذا الدراري ابدعوا في عمله. راه جاي يشوفني انا، راه جاي يشوف متعلم. انا شنو دوري؟ تنولي مسير، تنولي بحال تنحفز قبوطي، تنحررهم على انهم يقدوا يقدروا. وإلا ما كنتيش دير هكذا، إلا خرجت حتى باش تكتب المفتيش مع الاستاذ تبدا اول كلمه تيجي الاستاذ تقول واحد هذا كباح ما بغاش يقرا كذا، واش شي لاباس درت هذا الجديد كذا، تعرف هذا هو الاستاذ الصح صراحه. عندك واحد الناس تبدا تشكي عليه ولا 3 سنوات كنتي ضريب زعما ساكت. واحد الناس خلونا بقاو تيبداو يمسر بي ولا تيبداو شي حد يضحك ودخل في القرايه، تيبدا في الكره ونقاش الكره تدخل معاك القرايه انت تنسى كاع المشاكل ديالك ولا شي ضربات الكره ولا شي كذا وتيخليك تنخاط مع التعليم. اذا السؤال في التعليم راه حتى القاء التهمه على المتعلمين راه وهم. لا، راه السؤال معنا دليل على ذلك. كاين متعلمين في التلامذه بلدي تيدخلوا على الاستاذ ساتي وتيدخلوا على واحد اخر، راه ماشي حاجه من السهل كاتب بعض الجديد تيسيروا ولا تيخليهم ينخاطوا في المتعلم. تقول هذه الامثله باش فقط تحقق الجواب وانت تكتب ينبغي بالفعل
أن يكون الأستاذ أن يكون التلميذ مستعين في كل كلمة تكتبها، في كل جملة عبارة تحليل ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار المتعلم في اقتراحات ديالنا، لأن الغاية ديالنا والدور ديالنا باش نكونوا أساتذة هو أن نلهمهم على اكتشاف المعرفة، على إبداع معرفة جديدة، وليس فقط على أن نوضح لهم، هذا أستاذ جيد، أن نوضح لهم المعرفة التي لدينا، لا ماشي هذا هو الهدف، نشرح ليه وكذا، نخليه هو يخرج مفارقات وأسئلة في قضايا تخصه في علاقته بتلك المعرفة التي لأن دور المعرفة مهمة. هذه المعرفة كاع اللي كاينة في الكتب راه خاصها تفهم باش أنهم يبدعوا ويفكروا ويديروا إضافة جديدة. على كل هادو أنا اختاريت حيدت كاع الأستاذ اللي ما عندنا نديرو فيه. لما فيما يقرا كذا وهذه شدينا اساتذه مزيانين، الاستاذ الجيد، الاستاذ المتواضع، الاستاذ المتميز. راه الاستاذ المتواضع راه تيقول لك شوف لا عطاوني البروغرام انا نقراه، وهذا الشيء اللي قدامنا راه يفهموه المتعلمين ويجعل بركه. هذا راه الاستاذ تيضل متواضع، ديروها بالاقسام شغلكم، ولكن ما تعودوش عليها في النجاح. النجاح حاجه اخرى. لا راه الا بقيتي متواضع تقول راه عندي قدره على ان افسر المعرفه المبثوثه في الكتاب المدرسي لدى المتعلمين وان يتملكوها جيدا وكذا وكذا، راه لازم تغطي مستوى من المستويات ديال التمثلات تاع المتعلم. راه باقي استاذ متواضع او استاذ جيد تشرح له وتفسر، استاذ متواضع تقدم هذوك المعارف المبثوثه في الكتاب المدرسي. كما قلت المتميز عنده قدره على انه يبرهن ويدافع عليهم على هذا الشيء اللي عطاوه، حتى قالوا يا استاذ كاع هذا الشيء اللي تقول مزيان ها هو هذا، ولكن راه ماشي هذا هو الاستاذ. لا الاستاذ هو ذلك الذي يحفز المتعلمين. هذا فيليب بيريو راه كيسكتش على لو فيت دو سوسيتي لو ديزير دابروندر، وراه هذه هي الكفايه. شنو تنترجموها؟ لو فيت دو موبيليزي لي ريسورس، تيقول لك سواء كونيسونس سواء ليتيك، جميع الموارد باش تفهم المتعلم يفهم ويتحفز باش انه اذا ما خصش الا كنت استاذ وقلت على راجل استاذ اول شيء خصك تحيد من البلاد الدراري ما بغاوش يقراو، هي خصك تبدا. وحتى اذا كانت لا تقرا على الاقل لان راه مشكل فيها، لما تدخل الدراري ما بغاوش يقراو راه مشكل فيها. مازال ما ولاتش عندي القدره على ان واحد المتعلم لظروف معينه خلاك كيدير باباج ونوض صداع وكذا وما استطاعش انا نص ندير الامتصاص ديال هذاك الصداع ونخليه يخاف العمليه التعليميه تاعو. وهي مساله ديال الكفاءه، وهي الكفاءه الاساسيه في المدرس. كفاءته نتقول المدرس حتى التلاميذ الاخر. راه في الجامعه وكتلقى مشاكل تيجيك وخاصك تبدا الدرس ديالك وكذا وخاطروا فيه خاصك تحاول تبدا معاهم حتى تتجرب عليه، ولا بالفعل خاصك دير معاهم التفاعل، ولا ما درتيش هكذا شويه غادي تعتبرهم فيك خرج واحد المغالي، لان الناس راه جالسين في المدرسه ولا المؤسسات. ولكن الا جات المؤسسات خاصها تكون عندنا حنا الحضورات باش نخليهم يوليو يجيو رغبه في المدرسه. هذه صعبه ما كاع ما كيرجع، لانني انا ديت لي غير دي سيتياسيون هذا تحت كذا وخليتو الخارج داخل الفعل ديال العمليه التعليميه التعلميه وتيبدا كما نرجو ذلك او نتمنى ذلك. ننظر منظور جديد للتعلم. هادشي راه كان هكا ولينا نسميو التعلم التفاعلي ممتع والمرح. ما عرفتش الترجمه هو الصحيحه ولا لا، المهم كاع الكتابات البيداغوجيه تركز على ان enseignement interactif et ludique. Ludique, pardon. Ludique, ça veut dire ludique. Et là, on s'appelle le jeu. Le jeu. هو تاع شنو دابا حنا تاع لكم دابا المستخدمين اللي يعرفوا راه تنحاك ولا حسنت والمقطع وتصبر يضحكنا، ولكن راه من ديك الحسنت اللي يصاب يدخل القراءه. لا يعني انا اختاريت هذا المقطع هو اللي تحط تحت كذا هذه، ولكن انا بالنسبه لي وضعيه ستساعدني على تمرين المهام التي اريدها او ما تساعد المتعلم لكي يتعلم. هذا نسمي التعلم انه تعلم تفاعلي راكم تعرفوها. كيف سيكون تفاعليا؟ هذا هو الشرط، الامتاع والمؤانسه كما كانوا تيقولوا العرب القديمه.
العمليه التربيه الانتاج والمعامله التوحيد شوف هما انتاج والقرايه والتعلم ولكن ينبغي ان يكون لها يعني شوف فكره يقول لكم احيانا بعض الافكار الكلاسيكيه قديمه ولا زالت تفكر وينبغي استلهامها ان نتمتع بالعمليه ديال التعلم تيريحوا مع رؤوسهم ندير بحال المأدوبه كما غنقولوا عرفتوا افلاطون تطور قليل تسمى التربيه المأدوبه لو دونكي الناس اللي التعلم وكنجي يحكوا ويشرب والثالثه تحاول تجيرها تاكل وتشرب ولكن واحد الناس غادي يعلموك انطلاقا من ديك المكان اللي قدامك داك ارسطو تا هو تيخرج التلاميذ ديالو اللي جاتنا كلمه الليسي هي في الاصل الفكره تعود الى المشي في خارج الطبيعه والناس تلعب بالحجاره وكذا الحجرات ديال كذا وتعطي نظريات فكريه وعلميه وفلسفيه انطلاقا من هذه العمليه. اما خلاص جدهم كما كنقولوا انا داك سقراط هو تيدور على الناس تيسول هذا الناس تحاول غادي يتفلا ولكن هو راه تيبني نظريات بقات يومنا هذا ما خديناش بقى كلمه الديمقراطيه بالعداله اشكال ولا الفضيله تاها منذ الوقت وباقي حنا لا نتناقشوا ولا نقولوا يعني عطاتنا ولكن شوف الطرق الذين اختاروا هؤلاء هذا اختار الحوار والذي يبدو ساذجا ان اتحاور مع انسان عادي لا يعرف اي شيء وانا اقوم فيه التعليم والاخر اختار مشي وكل واحد فيهم اختار حاجه ومع ذلك كانوا مركزين على محوريات متعدده راه ما جاش افلاطون ولا سقراط ولا ارسطو ولا زيد الفديو ولا وكذا الى غير جاو يقول هذه الزين هذه النزيد لا جاو العمليه فيها تفاهم وفيها انتاج وفيها مؤانسه وفيها مرح العمليه ويعني كما قلت مرح وانتاج. لاحظوا معايا وانتم تقترحوا الوضعيات اختيار ديال الوضعيات تكون غالبا السياق يصير فيها المتعلم المرح والمتعه ومنها لحقاش عطيتني وضعيه ما فيهاش الفرح والمتعه غادي نقول لك راه المتعلم من خطر. بعض المرات تسيب واحد تختار عليا وضعيه محققه مركبه حتى قدرات ديال المتعلم تتولي هذيك الوضعيه اللي بغيتها انا وسيله من وسائل التعلم تتولي هي المشكله تتولي عكس معين بدل ان شنو هو الخصوصيات ديالها وخاطر نشوف الوقت تكثر الهضره غادي نعاود نفصل لان هذا الشيء اللي هذا توضيح ما معنى التعلم التفاعلي ابداع وتنشيط وضعيات ذات معنى لدى المتعلمين. ابداع وتنشيط وضعيات ذات معنى لدى المتعلمين بدلا من امتلاك خبره نقل المعارف وعرض الحلول اما دافعيه التعلم تمكين المتعلمين من منهجيه تاسيس تعلمات. هذه هي معنى التعلم الممتع والمال. التعلم التفاعلي هو ان الوضعيه المقترحه عندها معنى تناهى من لذلك أنا أمري أحيانا وإنما لا يشكل هذا الأنصار أصل الناس فالعملية هذه وحين يخرج العملية التوقع والشجاعة القدر تستبدل في المدرسة لدينا ما تقولش لله نسيسين وحفظ أنه حفظ الذي تعلم بارك عليك أن تكون الشروط المالية الشروط المالية تقلل فقط ودخل التي على الأسرة إذا ما تقدر أنه يكون والمسلسل البلد راه الجنود راه نوصل يعني تحاول على ظروف نفسية من والظروف الاقتصادية الدولية ما خرجتش من ذلك نقول إنها أحداث اللوم والفتاة كلنا يتأملها من الأرض الحركة اللي فيها نشوف الحركة اللي أنا تخلصوها الحركة لأننا حتى احنا أيضا ما قرينا إلا لحقاش واحد من الناس صبروا وتخصنا تقدموا لك الاعتراف في الجانب لأن راه هي العملية أما راه حنا ظروفنا راه ما كانش هو الوقت قدام راه تلقاها راه تيسلم بلي مشى حتى وتنفرد نعس هي تزيد بارك الله ولا الحال هذا مع الجمهور تكونوا جيد قرينا قلنا تجمعوا ومسعد عزيز الأجابة ينظروا للإنسان والالتزام والحقق الإنسان لا لكن أساسا
هادشي اللي عطيك يبان للناس وصافي هذا هو الشغل. لحقاش انا خديتو مع خذ المسؤوليه هكذا انك ما اخذته ينبغي ان تقوم بجهد باش انك تردو اللي بغى يحترم الجميع هذا تعليم مناسب، واللي ما تحترمش الجميع راه غادي يقع جدد بكم راني ناقل وتنطلع على الفلوس، ولكن ما غاديش نحولوا المعركه بيننا وبين الدوله الى معركه بيننا وبين المتعلمين. لا، هادو بيننا وبين المتعلمين راه اخلاقيه وانسانيه الهواة العقبات الرياء وغير كذا، ولكن باش تجي الخدمه خصني نساعد فيهم باش نخدم مع وليدات الناس باش نخدم معاهم ترجع لهم هما بعيدين، يعني هما اللي كنشوف فيهم خصني نتابعهم لحظه اليوم يديروا كما قال نعلموا تدابر. انا غنعطي مع الاشارات هكذا علاش؟ لانني نشوفوا الكتابات ديالكم وهذا تتنسى تتولي مركز على راسك بدل ان تركز على المتعلم. تمشي شي وضعيات وجيبها وقع وشوف ما لدى حضور المتعلم في الكتابه ديالك. ما حقش نقولها ولكن ما تستثمروهاش في لحظه الانتاج. الوغ دي كومبيتونس بور اونسيني ديال هذاك السيد هي كفايه بما اننا انخرطنا جميعا الان اننا نتجاوزوا الطريقه الكلاسيكيه وندخلوا الطريقه الجديده فيها جوج: تمثلنا لصورتنا عن ذواتنا صورة المدرس، وتمثلنا لفعل التعلم. التعلم ينبغي ان يكون ممتعا مريحا، وخصنا نقلبوا على الاستاذ عادل الملهم. دابا كيف سنصل الى هذين الامرين؟ هو الجواب اللي غيكون الان. خصنا واحد لي كومبيتونس هي كالتالي. انا غنقولهم غنعاود نوضحهم فيما بعد، وما كاين 10. شوف شغل الوقت ماشي انا اللي درتها كما قلت لكم، وانما اللي وضحهم حنا غادي نشوفوا كل وحده منهم. هما هادو 2 4 6 ما مكتوبينش كاملين، ولكن غادي نشوفوهم كاملين. خلينا نمشي في الترتيب ديالهم، لان ما سقتش الوقت الحقيقه باش نلقى هذا الشيء. يعني كان كلمات معنويه ولكن ما تنظماتش حتى البارحه. قلت اول وحده منهم حسن التنظيم وتنشيط وتعليق التعلم. اذا وانا بهذا القسم ديالي لا انا نريد الطرف ديالي ما بقاش الهدف ديالي واش المعرفه اللي عندي تعرفها ولا ما بقاش، واش نتبع قواعد اللغه العربيه، واش نحقق القران الكريم، واش نحقق النظريه المسائله، واش نحقق العلاقات السريه. ماشي هذا هو الهدف الاساسي. خصني نفهم بلا ما هي الوضعيه الانسب ديال تحفيز المتعلمين باش نحافظوا على جميعا من اجل التفكير في المعلومه ديالها. اذا اول حرفه اول نجاح ينبغي ان تكون لدى التعليم هو قدرته على وضعيات المشاركه، اختيار وضعيات مبادله قادر على تشغيلها. شنو هو الشروط باش ينجح فيها؟ كما تيقول هذا السيد 4. الاولى تيضبط الماده ديالها، حنا غاديين معاها. الثانيه خصني نشتغل على تمثلات المتعلمين. شوف المعرفه كامله حتى هي من بين الحويجات. قديم كان كيجينا التلميذ راسو خاوي تبقى تعتمد عليه فوش. دابا لا، راه جايين تمثلات كثيره، وهذه التمثلات الا ما اشتغلتيش عليها ما يمكنش تنجح العمل ديالك. الثالثه لاعداد جيد للحوامل الديداكتيكيه، نعرف نوظف هذا الشيء ديال عندي. والرابعه تفكير في انشطه البحث وتنويع مشاريع التعليم. هادو هما اللي كيساعدونا باش اورغانيزيو انيميو لي سيتياسيون دابرونتيساج. كما تيقول كما قلت لكم هذا فيليب بيرلو، انا اعدد ماشي مليون بيرلو لانه هو اسبق من مليون فرنسي، والاخر كان اسبق منه. يعني طلع لنا اول مهمه ينبغي على الاستاذ لكي ينخرط في التعلم التفاعلي المرح والممتع. خص تكون عنده قدره ماشي فقط على ضبط الماده المعرفيه، وانما قدره على ان يختار وضعيات معينه ويعمل على تنشيط فيها. يعني مشى داك استاذ بارع في الالقاء لا وضعيه معينه وتكون مساعده لي باش انني ننجح في المهام ديالي. هنا تيوضحوا الاولى كما قلت لكم ما معنى بالنظره ان الاولى هو انه يكون ضرب
ماذا ضابط المعرفه؟ يشرحها تقول المحتويات في اهداف ووضعيه المتعلم او وضعيه التعلم. خاص هذه المعرفه اللي انا ضابطها معروف نربطها مع الوضعيه ديال التعلم. كما قلت لكم قبل قليل ما بقاش عندنا التربيه الاسلاميه نجيو كما كنقضي يلا هو بحفظ سوره الرحمن من الى تقترح وضعيات واستنادا الى هذه الوضعيات يولي المتعلم خص تكون عنده قدره الآية المناسبة لتلك الوضعية ويستفيد بها. صحة داكشي ماشي صحته هادشي يولى. ما بقاتش عندنا المادة المعرفية هي الأساس، ولات عندنا قدرتنا ولا المتعلم مطالب باستثمار ديك المعرفة اللي عنده في وضعيات معينة. راه يقدر يكون حافظ القرآن كامل وتعطيه أنت وضعية وتقول لي يلا جيب لي الآية المناسبة وما يعطيهاش. تيكد واحد يكون ما حافظش تكون النقطة هذا اللي عارفه معه، لأن المهم والأساس هو أنه جاب الآية الآن نسد الوضعية المطروحة. عرفتي هذا ديالنا هو أنه يحفظ ولا عندنا هذا ديال التعلم. ماذا التعلم؟ قدرة يفكر ويختار ويميز ويفهم المعنى، يعني ماشي أنه يحفظ كما كان. هذه إذا مشى ما بقاش عندنا واش عارف ولا ما عارفش هي التحليل الوضعي وهذا حتى في العلوم. إذا العلوم ديال الحياة والأرض ما ناقص تحليل الوضعيات. ما بقاتش عندنا فكرة ديال واش المتعلم يعرف أم لا يعرف، واش عنده قدرة لا. لا البرنامج الفرنسي ولا ريفليكسيون بيرسونيل ولا تحتوي حتى الأسنان بحال الامتحانات اللي دابا تنديرو تحتوي المتعلم الصغير تحتوي الأسنان. ها هي اللي عارفة تستثمر. يلا أنا بغيت نشوفها كيفاش تقدر تستثمرها وهنا تاخذ نقطة. حتى البكالوريا مثلا البكالوريا أنا عطيتكم مثال ديال الفلسفة. أنا عندي تخصصي تعطيهم سؤال كما حنا تنعطيو سؤال، ولكن أنا تنعطيو سؤال بوحدو حل لي هذاك السؤال في حين هما لا تعطيو السؤال وتعطيوه المعرفة اللي خصو يوظف. ها قدام تعطيو واحد 4 النصوص ولا 5 فيهم المعارف التي ينبغي أن يوظفها. تيبقى هو واش خصو يدير يشتغل هذاك السؤال ويعرف كيفاش يستثمر ديك الوضعية دوك المعارف باش أنها تلائم مع داك السؤال. ما بقاتش عندهم فكرة اللي عطي سؤال وانت خصك تجاوب على السؤال وكأنه دوفوار سكولير. تجاوب لا بغينا قدرة التفكير والتأمل والاستثمار والتطبيق. يعني هذا هو أصل كلمة كفاية. يعني الكفاية اللي جاو تنسيطر فيه كما كنتم تعرفوا في المجال الاقتصاد السيد مؤهل وكذا وكذا ولكن ما عندوش وقت يقيم ديالو. خصو ديك الوضعية المناسب والأساس ديك الوضعية الفكرية هذا رؤوس التجارة تحول ديك الموظفة وتجيب لي تسجيل. راه كاين الاساس الشهاده ديال شنو خصني ندير وشي تجيب خصك تاخذ ديك الوضعيات المتغيرة السياسية. مسألة هي طور هذا في استثمار هذا الوضعيات المطروحة. هذا الشرط هذا الأولى هذا ناوي هذا الوضعية التعلم خصني قدرة على المعارف وملكة لا معرفة. هذه الإشارة الأولى. في هذا الجزء الثاني أيضا اشتغال على التمثلات والأخطاء المهنية. دابا تنحاولوا نشرحوا لكم الرابعة اللي تعطينا أول كفاية تكون في الأستاذ اللي هي كما قلنا كفاية اختيار الوضعيات وحسن تسييرها. هنا فيها كما قلنا 4 اشتغل على التمثلات المادة المعرفية. ندوز بالثالثة. المهم هذا حنا تنحاولوا نديروا كيما داروا لهم كيفاش غادي تشتغل على التمثيلات المتعلمين، كيفاش تخلقها، كيفاش تغيرها، كيفاش تتآمن بأن الخطأ راه محفز ماشي راه احيانا ملهم ومحرك للمتعلمين انطلاقا من ذاك الخطأ كما تقول الأسطورية هذا المثال ديال ليغور اوتي دابونتساج. هذا معروف هذا الكتاب ديال الأسطورية يستحضروا بيرنوت أو النقطة الثالثة اللي تتعطي لنا القدرة على أننا نستثمروا في الوضعية ديال التعلم. كما قلنا الإعداد الجيد للحوامل ديداكتيكية الوسائل المستعملة ينبغي أن تعريفية استثمارها بما يجعلها تحفز المتعلمين. ها هو هنا يتصل بفياغي 1980 وينتصر إليه ويستفيد منه
فهمتوا؟ الثالثه علاش نزل ماشي باش لان خصكم تشوفوا دوك 10 حنايا بدينا وحده هو 8 وربع ولا غادي نكون في 8 ونص حنايا لا الاولى الرابعه يمكن الرابعه في الكفايه الرابعه في الاولى هي تفكير في انشطه البحث لتعزيز وتقويه دافعيه المتعلمين. الاقتراض نمشي نعاكي ولكن يفرض عليك الكتابه زمن عرض ورق المعارف بتاعها مع الوضع لاننا بدنا كل شيء نمشيو مع الوضعيه. الثالثه جاي لا بروغريسيون دي زابروتيساج ماشي صعيب وانه حتى المتابعه اذا هذه زيد احيانا ودعنا نخدموا راه خصنا نكونوا مع هذا باش يجيو التحسين يقول لي شوف راني انا مهم جدا هذا التدرج راه حقيقه راه هذا النجاح غلط وانا واعي انني نجد لا لانني خصني نمشي مع المتعلمين فالاهداف راه شيء طبعا وخصوصا هذا التنتهي جشت من هذا الفلوي مش جات هذا الفلوي وتتملس من هذا الفلوي لكن لا تقصد الفلوي هذه انت غادي تدير الفلوي علاش واش كملت من هذا الاول ولا ما كملتش كملت الجزء الثاني وهكذا احيانا قد نلقى الهدف الاول انا غادي بديت معاهم القرايه خصني نشوف واش يقراو قراءه سليمه لهذا الوصف قد انا عيني الاعراب للهدف ولكن قراءه غير سليمه وكيفاش هذا ممكن انني ندير الهدف الثاني كذا اذا كان عندي الهدف الثاني في القراءه كنقول يلا هذا النص خصو يكون هو تقرا وكذا لان فاش غادي نجي ندير تكوين منذ البدايه تكوين في العمليه لازم القراءه وحنا غادي الهدف الثاني وهكذا فجاش اهداف ممكن ان يشتغلوا عليه خارج بدايه القصه خارج بدايه الفصل. إلا بغيت نوصل للهدف الرابع راني ودت مع المتعلمين أنهم يشتغلوا بوحدهم على الهدف الأول والهدف الثاني. تنجي ديالي التكوين ونزيد نحو الأهداف الأخرى. المهم تكون عندي قدرة على نتوما خليو هذا التعليم نتوما في الجواب نوضح راه درت واحد الوضعية طلبوا مني الهدف هذا كيف يمكن أن نساعد المتعلمين لوصول هذا الأمر العملي مثلا إعراض جملة معينة استثناء ولا كذا انت اش خصك دير؟ تقول بان هذا الهدف توسعوا الى اهداف جزئيه وغادي دير لي الوضعيه الانسب الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث وهنا هذا المصحح يفهم بان السيد ماشي يلحق الفلاح يعرف شنو تيدير راه يدير الخطوه الاولى هو غادي التدريج راه انا واحد كنعرف اش ندير لا التدفيع التبصري راه واضح راه مشيت الاولى والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع وهكذا وانا جزأت المشكله التعقيديه ولا المشكله التحليليه جزأته الى اجزاء وبديت نشتغل وحده حتى نوصل الهدف ديالي وهنا تولي المتعلم قادر على انه يكتسب لان بعض المرات وضعيه مشكله معقده وتيجي الاستاذ تعطيك وضعيه وتتحمل حنا واعيين بان المشكله معقده وتعطي وضعيه وحده يجي يحلها الى عطيتك وضعيه معقده صرفها الى وضعيات متعدده وبدات تشتغل على الاولى والثانيه والثالثه كذا حتى توصل للمتعلمين انه ممكن سواء هذه هو الجزء الثاني من بين الحويجات ديال الاستاذ اللي خصو يمثلو قدرته على تدبير تقدم التعلم لا بروغريسيون دي زابروتيساج حتى هو تيشرحهم هنا بواحد 4 ها تدبير جيد للوضعيه المشكله وضوح الرؤيات مهم للمتعلمين اقامه روابط بين نظريه التعلم وانشطه التعلم. انا ما نتبعكمش على هذا من اقل نحو 10 خصهم يدخلوا الورشه ديال هذا هو 10 كفايه المدرس اليوم المدرس الذي يريد ان ينخرط في التعلم المنتهي والمنهج لان كل وحده منهم فيها حقها هو كتاب اشتغلت عليه هذا الامر هذا مثلا هنا كنت تعرفوا هذا يقول اشتراك هو استثمروا زون دو ديفلوبمون بروش المنطقه المجاوره لانه تقدم التعلم تعطي واحد الوضعيه اللي قريب انه قد يجاوب عليه ماشي وضعيه معقده اللي تخليه
يوقع عليه الاحباط في التعليم. بعد واحد هذه وضعيه المشكله كيفاش نختاروا هذه يعني مهمه في الاختيارات ديالنا لان كتهبط الاستاذ في الفيديو الوضعيه معينه وتقطع مشكله وضعيه مشكله شنو هو الخصوصيه ديال هذه الوضعيه المشكله حتى تكون بالفعل وضعيه مشكله الاولى تستفيد من الواقع المتعلمين وذات معنى له. ثانيا تثير وتحفز التساؤل لدى المتعلمين. ثالثا ترتبط بعائق محدد قابل للتجاوز هي زون دو ديفلوبمون واحد العائق ممكن تجاوزه. الرابعه تقول به احداث قطيعه معرفيه تساعدني باش انني نتجاوز الشيء اللي كان عندنا اللي كان قبل. خامسه تسمح ببناء اجابات واستراتيجيات ممكنه للتعدد الا درتها باش بان المتعلمين كاع يجيو كتبناء ذاكرتهم ما كانش وعيه الاحتساب ما استطاعتش انها تبني لها معارف. والاخيره تمكن المتعلمين من الملكه والاستقلاليه في هذه خصوصيات وسمات مميزه للوضعيه مشكله. كيف ينبغي ان تكون هذه الوضعيه مشكله مستمده من واقع المتعلمين وذات معنى لا كيف تحفزهم. ثم التقرين هذو خصائص مميزه كما قلت الوضعيه او محددات اساسيه ويتبعوا محدده للوضعيه المشكله. النقطه الثانيه وضوح الرؤيه بعيده المدى مزيان. هذه المرات كنت عارف راه ولاو التعليم في المجالات ديال التعلم راه كنبداو نتحدثوا عن البكالوريا. مثلا التكنولوجيا استعمال وسائل التكنولوجيا راه تيبداو منذ البدايه. هذا واحده خاصه بالتكنولوجيا وتبقى هذه حتى توصل البكالوريا وتيديروا ديال الفرنسي وديال الانجليزي لان هذا بعيده المدى. تستعمل داك الشيء اللي حابين فيه الكلام باغي تفهم عمليه تدريب حتى هذا تكاملي. اذا رؤيه واضحه عن اهداف التعلم المدى المتوسط بالذات. إدراك الروابط بين نظرية التعلم وأنشطة التعلم. المهم الجزء التي بعدها هذه نخرج هذا الجزء الثاني اللي هو كما قلنا الجزء الثاني شو سميناه قدرة على لا بروغريسيون جيري لا بروغريسيون لا بروغريسيون يعني تدرج في التعلم. هذه ملكة الأستاذ راه حنا ما نسوقهاش كيقدم المادة المعرفية وزيد بحال البراسوس لا راه خصنا هذه الحساب مستويات انخراط المتعلمين ماذا؟ كل ما نخاطروا هنا أكثر وكل تلقى المرات تحدد الأهداف والرغبات وبديت الحصة ديالي 5 دقائق الأولى درت المتعلمين واحد ولا 3 تخدم على الرابع وهكذا. وكان إذا حددت الرابعة ونقول غادي نوصل ديك الرابعة ونخدم الأولاني ونخرج سنين القناة ما يحسب المتعلمين بدأوا أنا عارف شنو تدريجيا تقدم وشوفوا هذوك الوجهات بمعنى عادي ما تستعملوا كاع الاعتبار المهم ديال ولد الدرس ولا يهمك المتعلم خادوا ما خادوش يقولوا راه هما ما باغيش يقراو ولا رساله ولا كلمتين الذي قيس على ذلك في حيله العمليه راه ديالنا تنسيق المستوى الرابع يعني الهدف الرابع يعني هدف طويل اشتغل عليه وحتى ما كاينش تدريب كان المتعلمين. هذا ميزه عند سير الجزء الثالثه اختزال. هذا تعليق ديالي اختزال الدرس في الالتزام بتنفيذ خطوات محدده وغير قابله للتغير مجرد تقزيم لفعل بناء التعلم. لما تقول المراحل ها هي خصني ندير هذه وندير هذه وندير هذه وندير هذه ولا مثلا ناخذ بعين الاعتبار مجرد هادشي شو مميزوا لنا لاحظوا هذا راه استعملنا بها ما بين التخطيط والتدبير. انا خططت ولكن تجي عاده تحط سيناريو ديال التدبير يقد كاع داكشي اللي خططتي طاح لان التدبير ما تعرفش وضعيات شنو تدبير لا ولكن هذا يعني ما تخططش. انا بدي ما خططتيش راه حتى هذيك اللحظه ديال التدبير التغيرات ديالها ما تعرفش تكون عندك قدره لا تلا. المهم حنا نعطيكم هذو الجوج تكون خطط هي ولكن دبر ما معنى دبر خذ بعين الاعتبار الوضعيات المستحدثه داخل فصل وليس فقط لان التخطيط يحدد الاهداف الانشطه الوسائل الوضعيات تفرض عليك اشياء اخرى
ولذلك العمليه قلنا راه تلتزموا بها. النقطه الثالثه اللي تقترح لنا البيرو هو تدبير فوارق الفرد. وبحق قال لما غنقول المراه السوريه هذا التسويق داخل الفصل غتخرج مليح ما بدكش او تزيد من وراها شي حاجه اذا قمتي بالعمليه كما هي يبقى يشتي البس هو المكان تعلم وانت قدام متعلم قدامك ماشي بحال كما عمرنا تسوقنا اللي كنقول لها متعلم هم لا كل واحد طريقته في الاكتساب والخصوصيه ديال الكتاب تختلف ينبغي ان نعطي انا وكان من تسعيد العمل على السيد المنظم ولكن يتم تجربه على الاقل وانت تكتب حط هاد كاع هادو في كل جواب من الاجوبه اللي عندك خذ بان الكفايه ديالك خصها تكون هذه كامله تحضر في الجواب وانت ذلك الجواب الذي تريد ان تكتبه. قدمنا الوضعيه وحيله الحل عند الانسان لانك لا تدرس تلميذ واحد عفوا عندك تصحاب راسك تدرس تلميذ واحد لا هذا الجواب اللي تحطيها حل الدم قدامك بحالهم هما وبين هذه المسألة بين لنا بان هذا ماشي بحال ماشي تعطينا الجواب على هذه الوضعيه وانت تتمثل وكأن المتعلمين يعني بنفس المنطق بنفس طريقه التفكير بنفس ردود الافعال. لا ينبغي ان تاخذ بعين الاعتبار الفوارق ديال المتعلمين كيقول عليها بعض الكلمات تدبير اختلافات قدرات المتعلمين تدبير قسم ديال الابواب المفتوحه ممارسه الدعم المندمج ثم اخيرا يقول تطوير وتشجيع العمل التعاوني والتمدرس المتابعه مثلا بعض الاهداف وصلنا شي حد شي بيناتهم ممكن هي بالعكسيه ناخذ بعين الاعتبار هذا الامر. الرابع المهم كل وحده كما قلنا هو يشرحها تدبير تنوع واختلاف قدرات المتعلمين داخل الفصل تقول لا الترجمه لا هذا الترجم هذا الشيء اللي قال لنا شيء عارضا بقوه ذكاء بناء جماعات المسجلين باستثمار تعدد قدرات اساسيه لبناء التعلمات. alors hétérogénéité et homogénéité. alors d'abord نقلبوا الانسجام في حين هو تركز لنا على hétérogénéité راه الدراري مختلف ماشي انسجام. عمري مثلا نتصور بان المتعلمين وحده منسجمه متكامله بحال لا راه طوارئ متعدده وهذا التدريب كما قلت مجهود فكري العملي ليس سهل. نعم القرار بصيره ماشي سهله المداري لانهم دراري كلاسي كانوا كيجيو من مناطق متعدده قدام هذا الشيء ضربوا المدارس كيفاش تكون عندهم ناس يجيو من بلاصتهم ما كاين لا هذه القضيه ديال الاستاذ كل شيء كيدير وكل الظروف ديالو كيدير وتحسب تقريبا المتعلمين يعني ينبغي ان تاخذ بعين الاعتبار هذا الامر. الوغ كما قلت انا كما غنشرح هادو نجي نعطيكم غير هكذا طبعا هنا السياق لاحظوا معايا وانا تنقول هادو ديال خصائص المدرس راه كاينين نظريات ديال التعلم وكاينه بيداغوجيه. هذا خاصه البيداغوجيه الاولى راه كانت بيداغوجيه الادمان وهكذا حنا راه واحد سمعت معنا الرؤيه بان عندنا الحق نستعملوا جميع البيداغوجيه ديالنا في الكتاب. هذا البيداغوجيه شوفوا واش ذاك الرقاج كان هذا في الرؤيه الاستراتيجيه يصير تقول بان عندنا الحق باننا نستعمل جميع البيداغوجيات على حسب الوضعيه. اذا كان واش مشى الادمان واش بقى واش ما بقاش نقولوا واحد الوصفيات لاننا ولينا كما قالت لنا الرؤيه لدينا الحق في استثمار جميع الوضعيات على حسب جميع البيداغوجيات على حسب الوضعيات ديالها لا في المدينه. يتكرروا التعلم نمشيو دابا للخامسه ياك ولا الرابع الاعتقاد بوجود قسم من المتعلمين ذوي القدرات المتساويه الحمد لله كذا. شوف هاد كاع خصو يتغير هذا اللي باقي عندنا الاستاذ ما كنكونش وضعيه غير المعرفه باش نعيش الوضعيه المتحدده باش نعيش في الاختلافات بين المتعلمين انا قدامي هاد الكلام تنقريهم بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه فيه علم التعلم ولا التفكير. الرابعه قلت حسن اشراك المتعلمين باستمرار في بناء التعليمات. الشيء يقول هذا انا علاش بعيد
وهذا هو الاصل في التركيب. وشوف كتاب الاستاذ غادي ندافع كتاب الاستاذ نورمالمون راه مدافع اللي عندنا راه التلميذ علاش؟ إلا مبغيناش التلميذ هنا باش نركز في التعليم ديالي على راسي راه أنا اللي تنتعلم هما راه تعلموا بحال الجمله هو جونسين مي ابخي سي سيدا في كل مره انا اللي تنتبه واش هاد المتعلمين يقدروا يفكروا معايا ويبدعوا هذيك الوضعيه اللي انا نشتغل معاهم اما انني انا قدمت وردت لهم كل شيء وكل مره نرجع للدفتر ديالي واش قلت شي حاجه ولا مازال ما قلتهاش هذا شوف هاد المتعلمين واش استطاعوا يقولوا داكشي اللي تموجد باغي يقولوا عاودها واش استطاعوا الطريقه اللي غادي تتبع معاهم انت يقولوا داكشي اللي انت باغي تقول به هنا تنسميوها عمليه بناء اجوبتكم الله يرحم والديك والزوج بيناتهم غاديروا لينا انتم الاسئله وحنا سولنا سؤال ديروا الاسئله والوضعيات والتحديات اللي غتخلينا الجواب اللي غتجاوب به ما تخرجش من عند المتعلم إذا كان طريقة كانوا غيقولوا لي هادشي لا أنا غنختار عليهم هادشي باش يسمعوني ويقولوا إذا درتو لي البراعة ديالي فين كاينة ماشي نقدر نجاوب أنني نفرش ليه باش يبان لا لازم يولدون عند المتعلم احنا ولا بنعرفو كيفاش نخرجها من عنده من عند باعتبار حسن إشراف المتعلمين باستمرار في بناء التعلم. ما كيجيو عندنا غادي كما نوصلوا بعض ديالك اللي قدني هذا باش غادي لي كاموفلي خرجوا من هذا وخدم مع راسك وكذا وكذا ويخلي عليه ويحيي لا هذا ما كنخدمو الخدمه راه خاص هذاك السن واخا يكون كبير ولا كذا ولا تعاود اما خلاص راه لا مجوج كيعجبونا البريفيساتي كنسحبوا هنا المجتهدين وكانوا كثير الناس والثانيه الدراري واش نديرو هنا جوج دايره لا ما كنتيش خبير بالعين انت تقول سولتي شغال ما كاينش داير دخل كيزين لنا وسجل كتاب ونعاود لي لا يتعلم لا يريد شيئا وداك الشيء احيانا تكملوا كيشد الشهاده وتبدا تقارنوا في الحياه وتنقولوا المدرسه محفوظه ولا اللي فيها ما غادي والو باش تقارن التفكير ديالو وطريقه العيش ديالو تصير شي في هذا اللي محفوظ وتقولوا احنا كاينه لا بس جماعه عمرنا كانت مقارنات تسمع جوج الناس وحده بشهاده وناخذ بالشهاده ودرتي احيانا تكون شهاده احسن من هذا يعني هذا الشيء ما فاتوش علاش؟ لان هذا اللي كان يسمع يحفظ يرجع ولا يتعلم شوف يحفظ يرجع ولا يتعلم هذه يعني علاش الاساتذه كاع اللي يديروا ما غاديش راقي هذا المسؤول اللهم يكون طريق ساكت وتنتحبوا على المتعلم باش خرجوا عليا وصافي تشتغلوا بالطريقين وتنهضر يعني هي لاحظوا هادشي وجود ندوزو به امتحان هاد العمليه هذه راه وجود اللي يتعلمون ولذلك فاش المدرسه العموميه لهذا الامر راه المسؤوليه الاولى انا كمقريبي ولا واحد منكم راه هذا الطبيب الاستاذ دوله راه فهمات العمل وراه حيره والله حتى حيره على حساب داكشي واش تقدر دير التحفيز المادي راه تقدر دير التحفيز المادي ولا ما كانش اراده ولا بدات شي حاجه نشوفوا كاين اللي تيتخلص حدانا تريبل في الخدمه ديالنا وتشوف فيه لا ليش تيدوز الوقت في التليفون باش تقول له فيما تخرج تيقول لك تهدر في التليفون ما عرفت واش هذه الوضعيه انتم عندكم ولا لا ندوز وغاية خلاص مقطوعه والدوز ديالنا والسياره من الرفيق دار كذا هذه راه احيانا الوضعيه الاجتماعيه وقد تتحسن راه الا ما كانش الاراده ما تتحسن والاراده فيها نوعين الاراده الجاهلي والاراده العادي كاين واحد يتحفز باغي يقرا ولكن الغالب الله تيتسحب راسو تيقري وهو ما تيقراش لانه ما كونش راسو على المستوى البيداغوجي بلا تيك بحال شكون اللي قلت لكم قبل قليل انه واخا ارادته
بحال كما تنقولوا المثل سميتها لا اللي عقدوز لانه ما يعيش وما فاهمش وما بغوش راسو على المستوى بلا توجيه دي تاكسي ما مشاش حتى الاراده داريناش كيفاش خصنا نطوروا القدرات تاع على المستوى البيداغوجي باش نخليو هاد المتعلمين يشتغلوا معنا. اذا حسن اشراك المتعلمين باستمرار، تحفيز الرغبه بعضو، تحفيز الرغبه في التحصيل، تاسيس مجلس متعلمين امكانيين هما يبنيو تعاونات. شوف كيفاش غادي نشرحوا تنويع انشطه التعلم والتكوين. هذه خلاص دايرنا في البستان يقرر نفس الدرس بكيفيات مختلفه، نفس يكون بكيفيات على حسب المتعلمين اللي راهم باش ما نعاودش راسي نفس الطريق. هذا النوع انشطه التعلم والتكوين. خمسه الوحده منهم يشرحها هذاك السيد انتم لاحظوا enseigner tout التعريف ديالو c'est stimuler le désir de savoir en vue de renforcer la décision d'apprendre. راه هو التعليم. انا وانا ماشي غادي علينا ماشي غادي نسيطوا الدراري الطريقين باش تخرج. ها الدراري راه مريضات انا ماشي واخا تنقول انا ولكن راه قلت فيه الشوك راه الا ما درتش الشوك ما تاخذش نور. الطبيب العضوي نقراو معاك مزيان نخاطو ولكن خصك بدك الشوك ديالو لا اللي تكملش اللي فايت واحد الورق منهم راه غيكون يقبل على هذاك الشوك اللي هو مسؤول. المهم انا عطيت هذا المثال لماذا؟ خصني ندير مجهود باش نحفز المتعلمين على الانخراط في التعلم لان هذا هو المهمه الاولى والاصعب بالنسبه لنا، تحفيز الرغبه في التحصيل وتعزيز ذاتيه التعلم، تمكينهم من بناء ذاك المجلس اللي يخالفوا معنا. هنا تيرجع هو الواحد بعض الناس هذا الامر كاين اللي طلع عليه هذا السلوك سيكولوجي كل واحد يستفيد منه كما ينبغي. المهم ندوزو على حساب الوقت ندوزو كما ندرب هذا بغيتو يلا هذا ولا دابا نبارطاجيو هاد المؤسسه ولا من يوم ما يرتبط دابا نبارطاجيو هاد المؤسسه يخليكم تعرفوا هذا ولا كان شي ملاحظه نديرها بعد كل مره تندير تعليق العمليه شنو استفدت انا اختيار توفر الرغبه الجامعه التعليم لدى المتعلمين زي يكون يسهلوا الحلول والتكميل. ما تقولش بان الدراري دخلوا عندك قسم الرغبه تتحفزهم لانهم راه الصداع ديالهم لا جاي لا خطر لا ولكن نتنسيهم ماشي غادي نقول لا حقاش ما بغاوش يقراو اليوم خصني نحفزهم على ان يتعلم وهذه قدره من القدرات ديال التعلم. راه الا كتبت عليكم كروز اللي خلوه لا هذا هو اللي راه حنا ما كانش عندنا هذه الرغبه الجامعه في التعلم ولكن راه صبروا معنا ناس قرايه ماشي حتى بالعصا لا كاين اللي خدا العصا وما قراش لا كاين يتلاقى معاك شي علاقه زوينه يخليك انك يبانوا في الاساس ماشي دوك اللي عطاونا العصا هما اللي خدموا لا ها هو الدليل على ذلك بالعكس ذاك الذي خلف اثرا جميلا فيه هو الذي دفع على هذا وارجع التاريخ ديالك غادي يبان لك بان كاع اللي عطاوك العصا ديك المواد ما مشيتيش معاه ولكن ذاك الذي اثر خلى بك اثرا جميلا اختاريت الاختيار ديالك وتما راه في القرية ماشي بهذيك اللي راك خدمتي بها العصا. حسن العمل داخل الفريق طبعا خصني نقدم لنا نموذج لانني انا جزء من هذا الفريق اللي هو مكون من المتعلمين. هذه ملكه اخرى خبريه او ليكيب عقليه جديده في الاشتغال مع المتعلمين. هذا يترك اثرا جميلا لما تحس به بلا لسول بلا ديك العتابه بيننا وبينه هو جزء منا ويشتغل معنا ويعلمنا دون وعي منا ونحن نتعلم ونلعب ونلهو وفي اللاعب واللهو نتعلم. حسن العمل في فريقه طبعا هذا تو عنده الاستعداد ديالو الخيار الدائم في اعداد مشروع الفريق صياغ العمل في الفريق. هذه هي الخصوصيات ديالو على حساب فيليب بيرنو. دعنا نروح هاد الطريقه ديال الكاب جروب داناليز بالخاطر الناس اللي ولاو ياخذوا التسويق فكيف يسويو الممارسه
الأدوات العملية اللي تمارس الطبيعة هو أنك تختار الممارسات كل يوم كل فعل تديرو تعاود ما تقوم به شي خصك تروح تختار تكون صاحب الممارسات اللي درتي شنو الاكتيفيات شنو الاكتيفي باش تبقى تقرر القدرات ديالك تيولي عندنا كيما غيكتب هذا واحد من لا pratique réflexive. La pratique réflexive. الممارسات أنت تمارس وتفكر هذا الأداء اليونان كانوا يسموا هذا البراكسيس ولا الكونسيس لا l'intelligence pratique لا التفكير مثلا من وهي خصوصي للرجل لما يشتغل هو يشتغل ويفكر بالعمل ديالو لا قيس ما لدى نجاح الاختيارات يا رجال هذا يشحن هذه هي هذه الجهات هذه هذه حسب وضعيه الناس اللي تشتغل هو ايضا السياسه تبقى بين الكبار الجروب d'analyse de pratique ou bien le groupe d'approfondissement fonctionnel. C'est-à-dire GAP les deux عندها الرمز اما نسميوها groupe d'approfondissement fonctionnel ولا groupe d'analyse des pratiques. التعليق ديالي العمل الفردي استنتج اغراضه وكذا محدوديه. 6 حسن استخدام التكنولوجيا الحديثه في انشطه التعليم. وقبل حالتنا كورونا ولكن المهم هذا الشرط من بين الشروط خاصك ديروه بالقسم ديروه بالجواب ينبغي توظيف هذا الا ما درتوش راه هذه الدوله ما بقاتش تامن ما عندهاش قدره تتقبل ما تقبلش تقبل بحال هكا تقبل كاع ما تقبلش انك تكون ما تعرفش تسير جاي وجي باغي تخدم صدقونا من واش داكشي اللي قال هذا السيد من خلال واحد التسكيله وفراجل قال هذا كان التسكيله ديال الطرحات ولكن نعاود نديروا لها واحد السياقه اخرى والسيد جاوب مزيان ما جاوبش كيكتب علينا ما تيكتبش وباش تكتبوا التناقضات تيكون يوم الخبر وهو كيتحرج ولا جاوبنا مزيان حنا الاخر تنقلبوا على ان هذا الشخصيه ديالك واش متوازنه اما راه الجواب عليك ولا نهار مش إذا نجي عندنا على باش تكون هذا القانون اللي هو شخصية متوازنة أحد شروط عدم توازنها يطرحوا لك السؤال بطريقة تجاوب بشكل نعاود السؤال ونحن متأكدين بأن السؤال سعيد هو يحتاج أجوبة متعددة إذا جبنا هذا النسق للشخصية ديالك واش فيها تناسق انسجام ولا راه كان كما تنقولوا ولا هكذا يقول المؤمن كما لم تكن العرب كونسي هذا كونسي كيفاش الاستاذ يجي ويكون قدام المتعلمين وكانه هاي هو الان كل شيء هذا باش يخدموا هم وكأنه يعني مجرد إنه يجعل في عبارة يعني ولكنه ما يعرف أنه لا يجي يقبل رجل هذا الشكل ولكن في فعل التأمين هذا يصير بهذا هذه مزيان هذه تخرج شيء عام مش غتقولها تكتب الجوابات ودائما تقدم نفسك وكأن كل ما توصلت اليه الاجوبه سببتها من المتعلمين. انت تقول في حاجه جايه. انتم ما تعرفوش احنا بغينا نعرفوا شنو نعرفوا ولا ما نعرفوش.
ماشي هكذا هي الأجوبة. بغينا نعرفوا واش عندكم قدرة تخرجوا الجواب من المتعلم لا من الوضعيات لا من الفروقات دار هذه الخصوصية على سنها تنظر على الاعتبار باش تخرج منها المتعلمين. حسن استخدام التكنولوجيا 7 هذو التقديم بشرح الحساسية تجاه توظيف التكنولوجيا إقرار بجهل أدوارها. التكنولوجيا التليفون عندنا مشكلة ولكن هذا لا يعني الجهل. خصنا نعرف كيفاش نوظفها بحال هذا الشيء اللي كنا قلت امبارح الموضوع ديال الحساسية الذكاء الاصطناعي. مشكلة في كيفية التوظيف وبزاف خصنا نتعلموا كيفاش نوظفوا بما يطور قدرات المتعلم. مازال ما عرفناش ولا واحد منكم انا اذا نشوف فيه بانه راه يخرج على المتعلمين ولكن خص يطور القدرات ديالو بما يجعلهم يستثمرون هذا الذكاء في تطوير قدرات ولا ما استطاعش وهذا هو الصراع اللي خارج الدول العالميه جميع الدول لا تستطيع اطار فرنسي الاتحاد الاوروبي كامل العمليه كيفاش ممكن نبدعوا طرق جديده اللي تخلي المتعلمين يستثمروا الذكاء الاصطناعي بما يطور القدرات ديالهم. لانه شافوا المخاطر كاينه مخاطر ولكن هذا لا يعني ان كاينه مخاطر غادي رميو لا خصنا نرفعوا من قدره وقوه المتعلمين في التفكير انطلاقا من توظيف هذه الاليه جديده باش تكون عندنا حساسيه تجاه ما يحصل لانه واقع وقائد لا يرفع الواقع ويفيه حقول الفيو الدنيا لا واقع وينبغي ان تشتغل استمرارا الى هذا الواقع وان تجتهد بناء على هذا الواقع. لا اذا الحساسيه تجاه استخدام التكنولوجيا ثالثا حسن تدبير التكوين ديال المستعمر. هذا شرط اخر من الشروط المفروضه في المستقبل. يعني خصك تتبع المستقبل خصك تكون الدوله باغا تقرروا مناهج مزيان ولكن اشوف اذا ما كانش تكوين ذاتي لا هذه المحاضره اللي غنقدم انا وكذا مين يخدم الاخر ولا ما يخدمش الاخر يقول لك هاو دابا كاين مساعدين في المحاضره الاولى اللي رساله لا الشيء باش دير شي مجهود كبير راه هذا راه ماشي تكوني راه ماشي لسان المتعلم غير المفيد فهمنا لانك تدخل هذه الماده وتتعالجها وتستوعبها حتى تصبر في وضعيات مختلفه مع الناس مختلفين رجال مختلفه شي ينبغي ان يؤخذ ذلك بالتحمل جزء ونستفيد العمليه التعليميه الانسان دائما ينبغي ان نفكر هذا العمليه التعليميه المستقبل. اقرا الاستطاعه والنظام جاهزه الخط فورماسيون كونفيو على نورماتيفات المصمم ولا زيد ذاتي لا نعلم تكون مصمم نعيش فيها انا تقريبا شي 97 كانوا تيديروا لنا شي علاقات ديال هذا نشوفوا هاد الوضعيات يجيبوا التسجيل يجي كذا وفي الاخر ما كيحصل والو وثاني نقولوا لا شي معيقات ولا تضربوا مشكله في المستمر وداروا لنا الحلول ما داروش نعم جا كنا غير مستحيل كاين التعليم وما ساهلش إذا قاعد نشرحوا في حين عملنا قراءة لا كان شيء عزيمة ذاتية طبعا حضرت الكهرباء كنت زيارة المحاضرة عندي راني غادي نكون في القدرات ديالي ونمشي للتعليم ما كانش راني ديالي هذا الشهر راه مزيان هذا زايد فيه كان مستوى ماشي ساهل طبعا الجميع كل راه كلشي ناري في القرايه راه كلشي ناري جراتنا هادو بعد التيارات ولكن تقريبا شي 9 يديروا لنا هاد القضيه ديال الاوتو فورماسيون كيفاش تطور القدرات ديالك. لاحظوا معايا بدات يسميوها بيو ايبيستيمولوجي. لاحظوا بيو مرتبطه بالدواء كيفاش انت تتقاس ماشي بحال المثال ماشي بحال الطبيب بالبال تيجي عند واحد تيعطيه وصول وهو اللي يتزاد الا بغى يتدرب حنا لازم نتزادوا حنا تنقبل تطور القدرات من خلال التعليم. هذا الشيء يجي واحد التدريب طلاب وكذا وكيفاش هذا راه تمشي في الحياه اليوميه. نهار السيكولوجيا ديالو تلقى تسمع واحد قلق نهار تنس الغرض ديال الذكاء الاصطناعي لان تجربه مع متعلم هما كانوا المهم باش يكون عندك واحد يقول هذا
المشكل اللي هو مستسلم. انا نجي التلميذ غير مستسلم، جاي لو كنت عايز صح وانا نسيته في صداره ودرت صاحبه وخليته لا عندي المشكله في الحياه اليوميه الناس انا متص لان عندي تجربه عشتها مرات ومرات داخله وكذا. اذا ظهر هي واحد الاشكال ديال الاستفاده الذاتيه وتفيد هذه مطلوب بيو ايبيستيمولوجي. ايبيستيمولوجي تفيد التفكير النقدي الذاتي ان انتقد ما لدي انا من اجل تطوير الذات. كاين منظور سوسيو بيداغوجي مرتبط بالمتعلم نعرف الوضعيه ديالو، والتكنو بيداغوجي استعمالي للادوات اللي خصني نطور القدرات ديالي في الاستماع. هادو اللي بغيت تكونوا يوصلوا كاين كتابات الاولى كيف نقرا تجاربنا في الحياه وفي المدرسه، كيفاش نطور قدراتي من خلال قراءتي للتجربه ديالي. تيقولها واحد سميتو بقى واحد كيسمى البروجيجيه في البلاد تكون راكوس كونافيس، واحد الفيلوزوف هولندي سبينوزا. كونافيس بغى يعرف سيري فور بارلو كيدون سي فورس بور بيرسيفيري دون سون اكزيستونس. وهذا المجهود اللي تيقوم به الانسان وتيقرا هذا المجهود باش ينمي الوجود ديالو في الحياه ويخليه انه يجري بطريقه جيده. اوغمونتي لا بيسون تراجيك باش يشرح لك كونافيس كلمه لاتينيه كيوضح تيجبر الغايه تاعو وانه يساعدنا باش ننميو طبيعه الوجودات في الحياه، باش تنمي ممتلكات هي هذه، لكن ننمي طبيعه الوجود ديالها. طريقه باش توجد تحاول انها تكون اثرها بيرسيفير المثابره في وجود دينا حتى ينمو هذا الوجود. كيف؟ قراءه تجربه ذاتيه. هاد الشيء يعني احنا في الدين ديالنا فاش تريح في التوسات بحال هذا تبدا شنو دار كيفاش هذه نعاودها هذه نعاودها هذه مزيانه هذا احترمت اضواءها هذا ما تثبتش بانني نوار وهذا تبدا تقرا التجربه ديالك. نفس العمليه داخل الفصل شكون اللي تعديت عليه شكون اللي تعديت عليه كان عندي ندير معاه هكا وتبدا تقرا تجربتي لانها تساعدني على انماء ذات ديالي. هذا نوع من التكوين ديالي. كاين في المجال التربيه ناس متخصصين في التصورات. كيف ان الاستاذ يمكن ان يطور قدراته من خلال انماء قراءته الخاصه بتجاربه كما تقراوش بالطريقه الكلاسيكيه. كاين ادبيات علميه وفكريه تؤسس لفعل قراءه تجربتك ذاتك. انت تقرا تجربتك بما ينمي قدراتك الذاتيه. كما قلت لكم كاين سعود هذو واحد ثلاثه يفيدونا. كاين واحد اخرى كنطور القدرات ديالي من خلال قراءتي المتجدده للمتعلمين. كيفاش نفهم هذا الانسان اللي تنقراه باش نعرف كيفاش نتعامل معاه كيفاش نحفزو كيفاش نقريوها كذا. هذا ما قبيله عطيتكم البنيه الطريفات اللي نخليهم قباح في القسم والدراري القباح كيفاش نخليهم يعني هذه القباحه تنشهر في المجال ديالي. لا هذا ولا هذا لان هذا قدامي انت غادي نسيطر الجامعه وهذه ما عندهاش قدره على ان تتساءل. نسيتي حفاظه وتبداو يعانوا مع الادب بنتي حفاظه ومزيانه وهذا وتمشي للجامعه وتمشي لان الجامعه وهذا خصوصيات اخرى. طريقه الحضور ديالها ماشي بحال طريقه الحضور جات خصيصو معبر وناخذ المبادره ونجي نشرح ونتكلم وهي دوزات كاع عمرها التعليم وكان كيفهم التعليم هو ان اتلقى وان المشكله انها كنت ما تنجحش في العمليه. هذا انا مطالب كاساتذه كاين كاس كومبينو سوسيو بيداغوجي كاين بيمازيلي كما كيجي هذا السيد وكاين الاله وكما قلت لكم كاين وحده اخرين هكذا ما تخص هو العمليه. هنا تنشرحوا هذه الخصوصيات. تبعوا لي كاين اللي ترجمتها وكاين اللي ما استطاعش. هذا السوسيو بيداغوجي كيفاش هو تيترجم هذه العمليه. جميع الاحوال كما قلتوا لي كل المجهود انتم من عندكم. هذا التكنو بيداغوجي الجزء الثالث من الفورماسيون. شحال باقي لينا سيدي وحده؟ حسن المواجهه المعضلات الاخلاقيه التي تطرحها طبيعه المهنه. افونتي لي دوفوار اللي دايره ليتيك دو لا بروفيسيون. احيانا في مشكله اقوى وينبغي على الاستاذ ايضا يطور القدرات ديالو بخصوص هذا الامر. المهم شدينا غير هذوك السبعه الكتشف الاولى اللي كتوصل السبعه هما اللي كانوا اساسيين بالنسبه لنا. الى خديناها غير هذه السبعه باش هكذا ينبغي ان نتمثل صورتنا حول ذواتنا
فين خصنا نطوروا القدرات ديالنا السبعه اللي كنا قلنا قبل قليل بالاساس. طبعا هذا راه جزء منها نطور قدراتي في معالجه المعضلات اخلاقيه مطروحه. انا ما شرحهاش هنا ما بقاش لي الوقت. هكذا راه كنت تشوفوا السيد الملوكي ما كلفنا بهذا الشيء حتى البارح عن الفات. شوفوا التاسعه كيف بحال دابا مفهوم السلطه التربويه. تقبلوا لا تسمع لوطوريتي وخلال عند واحد الفلوس كبير الكترون انا ولدي تميز الكلمه ديال البوفوار مع لوطوريتي. لوطوريتي لو فيت تخلي الاخرين يحترموا وخاصة ما كاينش يعني اللي مزيان الدراري يسكتوا ولا ما كاينش لما الا كانوا قدامي انا ودوزنا لا شكون كريكار زيان ماشي تيخافوا منك وانما آلات اللي يقول لهم واحد شوف راه ماشي يقول الاستاذ كيف نديروا ما بغينا يلا باش ما تيكونش ندخلوا صدر وسنا هذه معضله اخلاقيه تيخافوا من الدراري كيفاش نخليهم يحترمونا لا ماشي تقولوا واحد البيت عيب لا تخلي المتعلمين انهم يسكتوا حتى الوقت اللي ما كاينش قد يكون هذاك لا مشكل ولكن اذا ما كاينش عندها هما سكت عرفتي هذا عمل جبار. اذا استطعت تنجح فيه مع هذا عندك 30 واحد 40 واحد القسم واستطعت انك تنتزع منهم الاحترام تلدرجه في غيابك وامامك عندهم مشكل قد يشتغلون كما يشاءون. هنا دخلنا لله لوطوريتي مفهوم انك السلطه بين الزوجتين السلطه التربويه لمعضلات اخلاقيه ينبغي على الاستاذ ان يطور قدراته تجاهها. ها هي عندكم تشوفوا المدرسه تقولوا لي ولا ما تقولناش هذه ليست مهمتنا راه مهمه اداريه ولا تعالجوها بطريقه قانونيه لا راه عندنا هذه المعضلات اخلاقيه تربويه وخاص الاستاذ هو وخاصو يطور القدرات ديالو التربويه والبيداغوجيه في المعالجه. انا عطيتكم هذه الكلمه ولكن الثاني اللي عند المدرسه شحال من مره تقول لكم سيبوا كاع تنتظروا قدام الباب وتنزيدوا بحال وتنقولوا ما شغلناش عندك ديرها ثلاثه ديال القيصر عاوتاني ولا ديال الحياه اليوميه عندك تفكر بها الى عطاو تجربه اخلاقيه ولا وضعيه اخلاقيه وتقول لا راه هذه مسؤوليه قانونيه ولا مسؤوليه اداره ولا مسؤوليه لا راه حنا الاساس العمليه ينبغي مواجهه هذه المعضلات اخلاقيه. سؤال تعزيز مبدا اي استحقاق المسؤوليه والاستحقاق في الشرعيه المشترك هذه وسائل باش نواجهوا المعضلات الاخلاقيه. تسعه être autorité ماشي هي افوار être autorité هذا يكبر يجي يدير التمييز والاخر خاطر الماء مشروع التربيه المواطنه هادو دائما في مواجهه المعضلات الاخلاقيه لا بناء للتعلمات ولا الانشغال بالاسئله الاخلاقيه. ما تجيش كما قلنا بيرو تقول وسوق سيتي حتى الموارد الاخلاقيه خصها تموبيليزي. حسن المشاركه في تدبير اعمال المدرسه الفصل ما تنجحش الا ما كانش الاستاذ جزء من المدرسه. هذه ما نتحمل في المجال ما نزودوهاش بارك الله فيك ما شغلناش المدير الحارس هو شغلوا هذا الشيء فيه جيبه فيه التعلم وفيه مركب. المهم بجميع الاحوال هذه كفايه الكفايات حتى هي ايضا راه كان السؤال بغينا نشوفوا ماذا تقدير لهذا العمل ديال تدبير المؤسسه ككل. عندك تكون من دوك الناس اللي يقول شوف لي غادي القسم ديالي نخرج هذه راه العمليه اللي كذلك على المستوى التربوي المدرس الجديد توكلنا عليه خصو تكون عنده هذه كفاءه المشاركه في تدبير اعمال المؤسسه. اخيرا اللي هي 10 توبر اسمهم بي كومبيتونس 10 كفايات لا يمكن اختزالها تدريس العمل داخل الفصل. التواصل مع الاداء والاشراكيين في مهام عرفتي تعطي واحد اشاره هذا تعطي واحد المثال تقول مثلا تقول المتعلمين عندهم كتاب مدرسي باش يتعلم يعني يوجد فاذا بغيتي تمشي عند الباه تعطيه الجواب تيجي عندي انا القسم يلاه نبغي نبدا الدرس وتبدا غادي خطوه بخطوه تعطيني هو الجواب كيفاش ليا الدرس
كان لا وهذا تقدر مني هذه تواصل مع الأهل ما كناش نجاوبوا باش نجاوبوا راه تقدر الحويجات ديال السياسه كاع حنا قلنا الاول اللي هي الكتابات ديالو كتاب هو راه شفتهم دوتي يداتوا على فكره لا وجود للتمارين خارجه لانه ولا حتى الحصه ديال الفصل بالتشليل لحقاش الناس ماشي كيتابعوا التشليل وبدل ما يبنيو التعلمات على المتعلمين يعاود يداتوا تعليمهم التعلمات وتيفشلوا لنا حنا الدرس ديالنا بدل نبقى غادي نلوى ويرجع طاح الجواب وراه تقريبا كلشي كيدير هذا ولا كيجيب السؤال يعني الدرس ولا وهذا الدرس ديال السؤال هو كيدير شنو الاستاذ كيدير واحد تعطي لنا المعارف تعطي الاجوبه وهذا ما كيساعدش على ان الدرس متميز لان غالب الدرس هو بناء التعلمات كما قلنا مع اشراك المتعلمين هما يبنيو التعلمات كما الادب تيكون التربيه الفكره يتفاعلوا باش انه يبني ماشي تعطيه العلم هكذا جاهزه كل الاحوال خصنا تواصل ونشرك المتعلم الاداء في العمليه فقط نذكر وزير الخارجيه وزير التعليم فرنسا السيده اكثر في الادب هو اللي يسولوا تحسن لي انك الاب اللي قاري بزاف ما مسولكش اللهم لو كنت قريت متواضعا ولكن يمكن سؤال بزاف يناقش مع الاساتذه مع الاداره وكذا حسن لي اكثر بكثير من واحد هو يعلم كل شيء ولكن لا يحاول الاساتذه في العمليه المقصود هنا بان الاستاذ مطالب بان يقيم تواصلا بينه وبين الادب والا ما يكونش خاطر العلم في صوره المدرس هي جيد في كل الاحوال هذه 10 كفايات مطالب بان الاستاذ ديال اليوم انها تكون قدام عينيه باش يطور القدرات ديالو نقدر وبلغه الامتحان وانتم تجيبون شنو يكون قدامكم خص يكون الجواب ديالك حاضره فيه احدى هذه الكفايات الا تكون كل جواب تلمس فيه انت شم فيه ريحه بانك راه تقدم الجواب ديال الاستاذ جدي وليس الاستاذ قد راه الجواب نفسه قد يقدمه لواحد السيد وهو من الاساتذه الكلاسيكيين والجواب نفسه قد يقدمه لي استاذ وهو من الاساتذه في الصوره الجديده شنو الفرق بيناتهم؟ ماشي في نوعيه الجواب كيفيات شنو هي الكيفيه الجديده؟ هي التي تراعي هذا 10 كفايه كما يقول فير يعني وكذا واحد شويه ديال التأويل ولكن انطلاقا من هذه 10 كفايات وضحت لنا صوره المدرس الجيد صورة مدرس جيد أعتذر على إتقانكم شكرا لكم.